ده هيخليني اسال حضرتك، لان احنا بنسمع عن لعيبه مثلا 6 شهور ويرجعوا تاني يلعبوا، زي مثلا زلاتان ابراهيموفيتش اللي هو لاعب ميلان السابق، خد 6 شهور ورجع تاني يلعب. فعلى السوشيال ميديا كل الناس كانت بتقول دي قدرة، عنده قدرة خارقة وازاي بقى رجع يلعب. فده برضو هيجي على نقطة حضرتك بتقول لحد سنة. تمام. فهل دوت خلاه يرجع بنفس الكفاءة او بص، مبدئيا ابراهيموفيتش لما عمل عمليه رباط صليبي لازم تتابعي بعد كده المسيره بتاعته الرياضيه اثناء ما هو خلص تاهيل ورجع يلعب تاني. تمام. هو بعد ما رجع من الرباط الصليبي راح الدوري الامريكي، كمل هناك الدوري كره القدم هناك، واثناء ما هو كان بيلعب هناك جات له مشكله اوريدي في الغضروف في نفس المفصل، وعمل اوريدي تاهيل، وبعد كده رجع تاني لاي سي ميلان لما خلص يعني احتراف في امريكا. ولما رجع ما كانش راجع بنفس كفاءته، وكان عنده مشاكل في ركبته، وكان برضه بيأهل وجاله مشكله تاني، غضروف تاني في الركبه، ودي كانت من ضمن الاسباب اللي تخليه يعتزل. تمام. فخلينا نتكلم ان الرجوع المبكر من الرباط الصليبي ده مش بيمثل امان لاي لاعب محترف. تمام. فالفكره مش فكره المده اكتر ما فكره الكواليتي. لازم تبقى جوده اللاعب لما يرجع كويس عشان خاطر يقدر يمارس الرياضه بتاعته بشكل امن وبدون مشاكل. تمام. عشان كده قالوا في الابحاث العلميه او الريسيرش ان لازم اللاعب يقعد من 9 شهور ل 12 شهر، ونقيس على كده لعيبه كتير جدا حتى خارج الدوري المصري. فالموضوع مش مقتصر على قله الفتره اكتر من مقتصر على المراحل اللي بيمر بيها اللاعب اثناء التاهيل.